بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. فيديو النهاردة إن شاء الله نشوف فيه مع بعض طريقة إصلاح اللمبة الدوارة أو لمبة الزينة أو اللمبة الديسكو أيا كان الاسم. أنا محضر عندي هنا في شهية بدواية عشان نجرب مع بعض اللمبة قبل ما نصلحها وبعد ما ان شاء الله نصلحها. كده وصلت عندي هنا اللمبه اهيت، ووصل عندي هنا الكابل في الكهرباء. اللمبه ما نورتش ولا موتور اشتغل ولا الاضاءه عندي هنا اشتغلت. طيب قبل ما نشوف مع بعض طريقه الاصلاح، تعالوا نتعرف مع بعض على نقطه مهمه جدا جدا في اللمبات دي. اللمبات دي يا اصدقائي في منها نوعين، النوع اللي هو القديم شويه او الاصدار القديم، والاصدار اللي هو الجديد او الاصدار اللي هو الحديث اللي هو منتشر اليومين دول. الموضوع عشان تقدر تفرق ما بين دي ودي سهل جدا جدا. هنا لما نبص في اللمبه دي كده عندي هنا ايه؟ عندي هنا واحد اتنين تلات ليدات فقط، والعمود او الاكس اللي بيحرك عندي هنا الجزء الشفاف فقط. اللمبه اللي هي النوع الاصدار الحديث، هتبص كده هتلاقي عندك ايه؟ هتلاقي عندك هنا دائره زي بتاعه الدرايفر بتاع اللمبات الليد بالظبط، عباره عن اي سي وملف وسيليكون وبعض المكونات. طبعا عندي هنا زي ما على سبيل المثال المقاومه اهيت، وكده يعتبر عندي هنا الليدات ومكثف. اذا اصبح عندي هنا التغذيه بتاع الدايره ديت مدمجه عندي هنا في البورده نفسها اللي فيها الليدات. يبقى عندنا دائره التغذيه مدمجه عندنا في الايه؟ الشريحه نفسها اللي فيها عندي الليدات. امال هنا فين ايه؟ هنا اللي بيشغل عندي الدايره وبيشغل الموتور. هنا بيكون في عندنا درايفر منعزل او دائره منعزله او منفصله عن الدائره اللي فيها او عن البورده اللي فيها عندي هنا الليدات. نفتح كده مع بعض اللمبه كده اهو، هتلاقي عندك هنا بقى ايه؟ شفت بقى كده واضح اهوت. الدائره عندي هنا اللي بتشغل معايا التغذيه او بتخرج معايا التغذيه اللي بتشغل معايا الليدات والموتور. التغذيه دي يعتبر او الدائره دي يعتبر يا اصدقائي يعتبر زي شاحن الموبايل، يعتبر دائره زي شاحن الموبايل بالظبط اهيت. طيب كده احنا عرفنا مع بعض على الفرق ما بين عندي اللمبه دي واللمبه اللي هي الحديثه. دي يعتبر اصدار حديث، يعتبر اصدار قديم. طبعا القديم ده يعتبر احسن بكتير. يعني على سبيل المثال لو بصيت عندك هنا الليد ده، هتلاقي الليد طبعا حجمه اكبر، الليد حجمه صغير. عندنا دائره بتاعت التغذيه منفصله، وانا عملت قبل كده فيديو سابق لمبه زي كده كانت الدائره عندنا بايظه، ركبنا شاحن موبايل وعملنا فيه تعديل عشان يشغل معانا اللمبه. طيب نركن بقى الجزء على جنب كده ونرجع تاني لموضوعنا اللي هو عندي هنا في اللمبه بتاعتنا اللي هي بايظه. طيب في هنا عده طرق عشان تحدد عندك هنا المشكله في ايه. اول طريقه على سبيل المثال ممكن تجيب ملتيمتر وتشوف عندك هنا هل الدرايفر او دائره التغذيه اللي هنا دي اللي شفناها هل مخرج التغذيه على النقطتين دول ولا لا. هنا بتخرج عن تغذيه كام؟ من 9 ل 13 12 فولت، لان عندي اللي بيشتغل حوالي مثلا ب 3 فولت، وقلنا 3 في 3 بكام؟ ب 9 فولت. نجيب كده ملتيمتر ونقيس مع بعض كده التغذيه على الطرفين دول اللي خارجين عندي من الدرايفر، السلك الاسود والسلك الاحمر. جبت ملتيمتر اهوت واوصل عندي اللمبه تاني. في كل الحالات وانا بشتغل في الكهرباء اكون حريص جدا جدا من الكهرباء، ربنا يستر علينا وعليكم. اجيب الملتيمتر على وضع قياس وليكن مثلا 60 فولت دي سي، واجي عندي هنا على اطراف التغذيه اللي خارجه عندي هنا من الدرايفر ومساكين التخان، وقيس عليهم كده اهوت. شفنا ايه؟ خارج عندي الفولت كام دلوقتي؟ خارج عندي الفولت 14 و 7 من 10 او 14 فولت. يبقى كده اصبح عندي هنا الفولت واصل والدنيا مش شغاله. طيب عندي هنا السبب اللي خلى الدنيا ما تشتغلش في فولت خارج ايه؟ عندنا التوصيل ده وده يعتبر توصيل توالي. يعني ايه؟ يعني لو الليد منهم قطع الدايره كلها هتفصل والدايره كلها مش هتشتغل معايا. زي فكره تشغيل او زي فكره اللمبات الليد اللي احنا كلنا عارفينها، ان لما الليد بيقطع الدايره كلها بتفتح معايا وتبقى اوبن وما بتشتغلش. طيب احنا ممكن نعمل حاجه تانية، ممكن نجيب بقى ادابتر مثلا 3 فولت ونقيس بيه الليد، نقيس كده الليد كده لوحده. دي كده طريقه. ممكن الطريقه التانية بقى اسرع شويه، هجيب جيفت المفروض يكون معزول او انا جسمي يكون معزول عن الارض عشان وانا شغال يبقى ايه؟ اخلي بالي من الكهرباء. واجي عند الليد دوت كده واقفله كده اهو. هنجرب كده ليد نقفل ده كده مثلا على سبيل المثال، ما اشتغلتش نقفل دوت كده، ما اشتغلتش نقفل كده الليد التالت. اللي حصل اللمبه اشتغلت اهيت. يبقى اصبح عندي كده الليد الازرق ده كده يعتبر ايه؟ قاطع. الليد الازرق ده كده يعتبر قاطع او بايظ، هو اللي عامل سبب المشكله. وعشان هو فاصل عندنا الدايره مش شغاله. اه كده نقفل الليد الازرق اهوت. اللي بيحصل اللمبات بتنور والدراع بتاع الموتور بيلف معانا اهوت.
طيب احنا كده حددنا الليد اللي هو بايظ، اللي هو قاطع معانا ومخلي الدايره كلها مش شغاله ومخلي الدايره عندنا اوبن. عندنا الرموز على الليد موجوده اهي، هنا هو طرف موجب اهو علامه الموجب، وهنا علامه السالب. هنعوض الليد ده ازاي يا اصدقائي؟ ما ينفعش طبعا نقفله مباشر، وما ينفعش نقفله بشكل مباشر كده. وصلت الكهرباء تاني، هجيب 3 ليدات 5 مللي نفس اللون اللي هو مفقود عندنا، اللون البايظ اللي هو ازرق. 3 5 مللي، 1 2 3. لو تشتري الليد من محلات قطع الغيار، الليد يعمل حوالي جنيه تقريبا الله اعلم. الطرف الطويل في الليد كده هو الطرف الموجب، طويل الطرف الموجب. هجيب اطراف الموجب كلها مع بعضها، اللي هم اطراف الطول همت مع بعض كده اهو، ووصلهم ببعض بكوية اللحام. كده وصلت التلات ليدات توازي، يعني الاطراف الموجبة مع بعضها والاطراف السالبة مع بعضها. جيت عندنا في اللمبة نفسها، عدت اللحام عندنا على الليد اللي بايظ، على اساس لو في عندنا رجل الليد نفسها مش واصلة كويس توصل كويس. وجربت اللمبة برضو ما اشتغلتش بعد ما عدت اللحامات. كده وصلت عندي الكهرباء بتاعت اللمبة اهيت. نجيب بقى الليدات اللي احنا عملناها ديت، وصلناها مع بعض التوازي 3 مع بعض. وفي نقطة مهمة، ان عندنا الاضاءة بتاعت الليدات دي مش هتكون بقوة الاضاءة اللي خارجة عندنا من الليد نفسه، ولكن احنا هنعالج اللمبة بدل ما تترمي. نجرب كده مع بعض اهو، نقول بسم الله ونجرب كده. شوفين الليد الاصلي اهو بينور ساعات، ولكن اي خط كده يفصل ويشتغل تاني. الليد نفسه من جوه بايظ، مش من مش اللحامات. عشان كده عدت اللحامات على اساس انه يكون الليد نفسه لحمته سايبة، ولكن عندنا الليد من جوه بايظ. هلحم بقى عندنا الليدات اللي هم الخارجين دول. كده لحمت طرف من الليدات، ألحم الطرف التاني. في عندي طبعا ليد هنا طرف منه فصل، اللي هو ده، أو الليد نفسه مش شغال تقريبا. كده اللمبة يعتبر اشتغلت 3 ألوان. كده استبدلت الليد اللي هو كان بايظ مشتغلش معانا، وكده عندي يعتبر 3 لتر جنيه اهمت. نوصل كده ونجرب مع بعض بقى هي اللمبة. كده الإضاءة كلها تمام، الأخضر والأحمر والأزرق. نبتدي نغطي كده اللمبة ونشوف مع بعض. طيب قبل ما اقفل اللمبة تذكرت ان احنا نقيس كده مع بعض، نشوف الفولت دلوقتي كام الخارج، او الفولت بعد ما شغلنا اللمبة كام فولت دلوقتي هنا على الشريحة اللي فيها الليدات. ده الطرف اللي هو السالب او الموجب، مش تفرق كتير طبعا كده ولا كده. نقيس مع بعض كده الفولت خارج كام دلوقتي. الجهد عندنا كام دلوقتي؟ يعتبر 9 فولت 1/10. ده كده شكل اللمبة بعد ما قفلناها. نشوف مع بعض كده شكل اللمبة اهوت. كده اللمبة شغالة ما شاء الله. اللون الازرق برضو يعتبر الى حد ما برضو باين اهوت. وكده احنا صلحنا اللمبة بدل رميها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.